أهلا بيك يا صديقي الجميل في حلقة جديدة من سلسلة تعلم اللغة الإيطالية للمبتدئين في 30 يوم. أنا برام وأهلا بيك في قناة إيطاليانو فاتشيلمنتي. في الحلقة بتاعت النهاردة يا شباب هنتعلم مع بعض حاجة مهمة من أساسيات تعلم اللغة الإيطالية. كل عليك إنك تركز معايا وتجيب ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ. النهاردة هنتعلم إيه؟ النهاردة هنتعلم الأفعال في الإيطالي. الأفعال يا شباب في اللغة الإيطالية متقسمة لثلاث حاجات أو ثلاث مجموعات. أول مجموعة هي الأفعال اللي بتنتهي بآري، تاني مجموعة هي الأفعال اللي بتنتهي بإيري، تالت مجموعة هي الأفعال اللي بتنتهي بإيري. النهاردة يا شباب هنتكلم عن أول مجموعة هي مجموعة الأفعال اللي بتنتهي بآري. يلا بينا نبدأ. فيربي جروبو آري. أول حاجة يا شباب لازم تكون عارفها إن الفعل في الإيطالي بيتقسم لحاجتين: الجذر والنهاية. الجذر بالإيطالي اللي هي راديتشا، والنهاية اللي هي ديزيننسا. الجذر ده ثابت دايما يا شباب، والنهاية دي متغيرة لما بنيجي نصرف الفعل. أي فعل بينتهي بآري لما بنيجي نصرفه النهاية بتاعت الفعل اللي هي آري، اللي هي حرف اللي هي آري بتتشال وبنحط مكانها تصريف مختلف أو حرف مختلف أو نهاية مختلفة على حسب الضمير اللي هنصرف مع الفعل. طب يلا بينا ناخد أمثلة عشان ما تتوهش مني. أول فعل معانا يا شباب هنتكلم عليه النهاردة من مجموعة الأفعال اللي هي بتنتهي بآري هو فعل بارلاري. بارلاري يعني يتحدث. طيب هنقسم الفعل لجزئين زي ما اتفقنا: الجزء اللي هو الجذر أو الأساس والنهاية. الأساس في فعل بارلاري هو بارل، والنهاية هي آري. أوكي. لما هنيجي نصرف الفعل دوت يا شباب، بارل دي ثابتة على طول، وبعدين النهاية هي اللي بتتغير على حسب الضمير اللي بنصرف معاه الفعل. طيب لما بنيجي نصرف الفعل مع الضمير إيو في نهاية مختلفة، لما بنيجي نصرف الفعل مع الضمير تو في نهاية مختلفة، لما بنيجي نصرف الفعل مع الضمير لوي أو لاي هو أو هي في نهاية مختلفة، وكذلك الأمر مع نحن ومع أنتم ومع هم. يلا بينا نبدأ على طول. طيب هنصرف الفعل الأولاني دوت وهتفهم أنت لوحدك كل اللي جاي. احنا اتفقنا ان الفعل اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو فعل بارلاري يعني يتحدث. اتفقنا ان في جزء ثابت وجزء متغير. هناخد الجزء الثابت وهنشيل الجزء المتغير ده خالص. آري هنركنها على جنب وهنحط مكانها نهاية مختلفة على حسب الضمير زي ما قلنا. يلا بدنا نبدأ. هقول إيو بارلو. اللي حصل هنا شلنا آري وحطينا مكانها حرف الأو، فإذا لما باجي أصرف الفعل مع الضمير إيو بحط حرف الأو مكان النهاية. طيب تو بارلي اللي حصل هنا يعني أنت أو أنت تتكلم. اللي حصل هنا شلنا آري وحطينا مكانها حرف الإي. إذا لما بنيجي نصرف الفعل مع الضمير تو يعني أنت أو أنت بنحط مكانه حرف الإي. طيب لوي أولي بارلا اللي حصل هنا يا شباب شلنا آري وحطينا مكانها حرف الآ. نوي بارليامو نحن نتحدث. اللي حصل هنا شلنا آري وحطينا مكانها الأربع حروف اللي هي بارليامو إيامو إيامو. أوكي. فوي بارلاتي أنتم تتحدثون. اللي حصل هنا شلنا آري وحطينا مكانها آتي. طيب loro parlano شلنا النهاية آري وحطينا مكانها أنو. النهايات دي يا شباب اللي هي على حسب كل ضمير لازم تحفظها زي اسمك، والقاعدة سهلة. احنا لما بنيجي نصرف أي فعل بينتهي بآري بنشيل آري وبنحط مكانها النهاية التانية على حسب الضمير. طب يلا بينا ناخد أفعال تاني ونصرفها. هناخد فعل مثلا زي فعل guardare يعني يشاهد. طب يلا نصرفه بنفس الطريقة. احنا قلنا ايه؟ هنشيل آري ونحط النهاية على حسب الضمير. يبقى هقول io guardo, tu guardi, lui o lei guarda, noi guardiamo, voi guardate, loro guardano. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ايه اللي عملناه؟ حطينا النهايات الثابتة اللي احنا اتفقنا عليها على حسب الضمير اللي هنصرف مع الفعل، وشلنا الجزء المتغير من الفعل اللي هو النهاية اللي هو آري وحطينا نهاية مختلفة على حسب الضمير. يا رب يكون الكلام واضح يا شباب. طب يلا بينا ناخد فعل تاني زي فعل
ascoltare. ascoltare ascoltare يعني يسمع. طيب لما نيجي نصرف الفعل هنصرفه ازاي؟ هتقول io ascolto. io ascolto. tu ascolti. lui o lei ascolta. noi ascoltiamo. voi ascoltate. loro ascoltano. طب فعل تاني studiare يعني يدرس. هتقول io studio. tu studi. lui o lei studia. noi studiamo. voi studete. loro studiano. طب يلا بينا ناخد فعل تاني هو فعل imparare. imparare يعني يتعلم. io imparo. tu impari. lui o lei impara. noi impariamo. voi imparate. loro imparano. طب فعل أخير هو فعل يعمل أو يشتغل هو فعل lavorare. io lavoro. tu lavori. lui o lei lavora. noi lavoriamo. voi lavorate. loro lavorano. الموضوع سهل يا شباب. انت بالطريقة دي تقدر تصرف مئات الافعال اللي بتنتهي بآري. هتعمل ايه؟ هتشيل النهاية اللي هو الجزء المتغير في الفعل اللي هو النهاية، وهتحط الاساس وهتحط النهايات اللي احنا اتفقنا عليها. نعيد تاني. الفعل في اللغة الإيطالية متقسم لحاجتين، أساس ونهاية. الأساس ثابت والنهاية متغيرة، بنشيلها لما بنيجي نصرف الفعل، بنحط نهاية تاني على حسب الضمير اللي هنصرف مع الفعل. طب ايه النهايات يا شباب؟ النهايات هي زي ما ظاهرة قدامك على الشاشة. io ho. tu i. lui o lei ha. noi iamo. voi ate. loro hanno. واضح؟ واضح. وبس كده يا شباب. كده يا شباب نكون شرحنا ببساطة الأفعال بتاعة المجموعة الأولى اللي هي فيربي جروبو آري، مجموعة الأفعال اللي بتنتهي بآري. كده يا صاحبي أي فعل هيجي قدامك بينتهي بآري هتصرفه في المضارع بنفس الطريقة. هتشيل آري وتحط النهايات اللي احنا حفظناها دلوقتي اللي احنا عدناها كذا مرة، تحفظها زي اسمك، وبالطريقة دي هتصرف أي فعل بكل بساطة وسهولة. وبس كده صديقي الجميل، يلا بينا ندخل على الجزء الثاني من الفيديو. الجزء الثاني يا شباب من الفيديو بتاع النهارده هو حاجة سهلة. هنتعلم مع بعض 3 كلمات هتستخدمهم دايما وانت بتتكلم في اللغة الإيطالية. كلمة ماي يعني أبدا، qualche volta يعني أحيانا، sempre يعني دايما. اوكي يلا ناخد امثله على ناخد جمله او مثال على كل كلمه. هقول مثلا io guardo sempre la tv. io guardo sempre la tv. انا بتفرج دايما على التلفزيون. sempre يعني دايما. ناخد مثال على qualche volta. هقول io parlo qualche volta con lui. io parlo qualche volta con lui يعني أنا بتكلم معاه أحيانا. io parlo أنا أتكلم، qualche volta أحيانا، con lui معاه. ناخد مثال على ماي. في ماي يا شباب عشان تستخدم ماي لازم تحط في الأول قبل الفعل نون. بمعنى أنا هقول أنا مش بسمع مزيكا أبدا، لازم أنفي أنا بسمع يعني io ascolto. ما ينفعش io ascolto mai. ليه؟ يعني ايه انا بسمع ابدا؟ لكن لازم اقول انا مش بسمع ابدا. بمعنى io non ascolto mai la musica. io non ascolto mai la musica. انا مش بسمع مزيكا ابدا. لازم وانا بحط ماي في الجملة احط نون قبل الفعل، لازم انفي الفعل اللي احط بعديه ماي، لان انا بقول ابدا انا مش بعمل الحاجة دي ابدا. فلازم دايما نحط نون قبل الفعل. وبس كده. لو عجبك الفيديو يا شباب او استفدت منه ما تنساش
تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ده بيدعمني. واستناني في حلقة جديدة من إيطاليانو facilmente. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.